ما دخلوش بزاف المغاربه ديال الجاليه للمغرب، وهادوك اللي لداخل ما غيقدروش يسافروا لتا بلاصه. علاش؟ حيت ماشي كاين غلغله والكوا، كاين افظع واخبث من ذلك. كاين السيبه، كاين الانتهازيه اللي شدك يحسن لك بلا ما. اول واحد تيحسن الجاليه المغربيه بلا ما هي الارام، الخطوط الملكيه المغربيه. فاميلة من أوروبا ولا من كندا ولا من غيره خسر 10,000 دولار غا على تذاكر الطائرة. واش هذا تشجيع باش المهاجر المغربي يدخل لبلادو، يستهلك في بلادو، يستثمر في بلادو، يجي يحيي الصلة مع بلادو؟ من الاخر انا من الجيل القديم غنجي المغرب واخا نمشي ليه اوتوستوب في البحر. واش دابا انت قنع ليا ولدي ولا ولد ولدي باش يخلي على بلدان واعره ورخيصه ويمشي للمغرب اللي ما فيه حتى ضمانه؟ انت وزهرك تقدر تعيش، تقدر تتقريسه، تقدر تاكل سندويش ديال اللحم الحمير وتدوز كونجي كله في الطواليت كيف ما وقعت لولدي. واش هاد الانتهازيه بالعلالي جات من برا؟ مؤامره زعما؟ نعم مؤامره، ولكن اللي تآمر ضدك هو خوك ولد بلادك. تيبيع لك قريعه ديال الماء معدني ب30 درهم، زمزم دير 10 دراهم، وحتى زمزم براسو لقاوه تيتصيب في الكراجات. فطور ب320 درهم، مالين جيليات الصفرين تيتقاموا عليك اغلى من الليسانس. على ذكر الليسانس اكتشفت اكتشاف نستاهل عليه قريمه ديال طياره. ليسانس في المغرب تيطلع وما تينزلش، ماشي بسبب مول ليسانس، لا، ليسانس في المغرب تيطلع وما تينزلش حيت ضارين الركابي. السرديل وصل 30 درهم 50 درهم. الحل هو خليو الثمن ديالو 50 درهم ولكن بدلوا ليه السمية. السرديل غيولي سميتو الكروفيخ باش المواطن البسيط يولي يفرز ما بين الكروفيخ والكروفيت. مدينة طنجة في هاد الصيف تيبنيو وتيعليو وما لقاوش اللي يشري، وبحال هاد الأزمة عمرهم ما شافوا بحالها. اشنو اللي وصلنا لهاد السيبة، لهاد الانتهازية؟ واحد، ثقافة مريضة تتقول المغربي فضل المصلحة الشخصية على أي حاجة أخرى. سلك راسك، جيبها من فم السبع وكون مطور. جوج، القفوزية الخاوية. توريست غيدخلوا في الصيف فيه غا شهرين، ما تعقلش على بنادم، واش تغتناسب معاهم؟ 3، الخوف من الخسارة. اللحم والكفتة اللي شاري خفت نخسر فيهم، بدات ريحتهم عاطية، نكتر لي زيبيس والحار ونعطي البشار. 4، زيرو وازع أخلاقي. جميلنا ملي تنتقرع تنقول أستغفر الله، تلقى الخبز في الطريق تنبوسو، وتنبكي في التراويح حيث الناس تيبكيو. جميلنا في المظاهر والشكليات وحفظ الأقوال وجمعة مباركة، وحنا يكفينا نطبقو غا حديث نبوي شريف واحد فيه 4 كلمات نطبقوه ونكونوا أفضل الأمم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. ما تغش، لا جالية لا مغربي لا توريست، المبدأ لا يتغير. لو كنا حقا أمة فيها الروح، ولكن يبدو أننا أمة حنطت منذ قرون. ضعف الثقة بالمؤسسات. ملي أنا في المغرب ما تنتيقش في القضاء، ما تنتيقش في الكوميسارية، المحكمة، القاضي، المحامي، المحاكمات العادلة، راه تنبدا نقلب على أساليب انتهازية باش ناخد الحقوق ديالي ونحقق مكاسب. ملي البرلماني اللي تيمثلني والوزراء في الحكومة ديالي، الحكومة الاجتماعية، هما براسهم انتهازيين وشفارة، تنخلق راسي وتنقنع راسي بفلسفة جديدة. هاد الفلسفة تقول: وعلاش أنا لا؟ حلال عليهم وحرام عليا. واحد جهدو تيتهرب من الضريبة، وواحد جهدو تيتهرب من محمد مول الحانوت.
واحد جهدو تيرد منطقة فلاحية، منطقة حضرية باش يبني فيها 700 فيلا، وواحد جهدو تيدخل بوطو ديال الضوء لدارو، وواحد جهدو تيخول الحوايج منشورين من الحبل، وانا جهدي تندير التفاهة باش ندخل العقم الادسنس. كل واحد وجهده الذي يحركنا هو نفس المبدأ، مبدأ الانتهازية. 6. التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. قد ما كبر الفرق ما بين الطبقة المرفحة والطبقة المزلوطة، المزلوطين تيبداو يقلبوا على شي طريقة باش تاهما يستافدوا، حيث النظام الاجتماعي اللي عايشين فيه ما عاطيهمش فرص متكافئة. 7. الضغوط الاجتماعية. البيئة اللي انت عايش فيها، سواء كانت بيئة فقيرة ولا بيئة غنية، هي براسها تدير ضغط عليك باش تولي انتهازي، وإلا غيخرجوك من الدائرة ديالهم وغيلصقوا ليك شي سمية. أخواتي إخواني المغاربة، واش كاينين شي حلول؟ 1. إلا ما رجعتيش في المغرب السيادة للقانون، غاسير كب الماء على كرشك. 2. إلا ما غسلناش الثقافة ديالنا من الوسخ، راه غنبقاو ندورو في بلاصتنا. 3. في المغرب خصنا وعاجلا عدالة اقتصادية واجتماعية، وأي تأخر عن هذا الموعد لن تقبل منك شكاية. 4. إلا ما عدناش النية الصادقة، الإيمان الصادق باش هادشي يتغير، راه ما غنديرو توزة، وغنموتوا وفي قلوبنا حسرة على وطن كبير دائما 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 تزقل الفرص. أخواتي إخواني، فين غادين؟ الله أعلم. حتى لين غيبقى هادشي؟ الله أعلم. شنو هو المعمول؟ اللي عرفناه قلناه، فضلا وليس أمرا. تابونا، بارطاجي، وقول لخوك اش بان ليك.